انا بتعب عشانهم بس عمره ما خد باله انه مش معاهم. بابا بص الرسم بتاعي. حلو يا حبيبتي، هشوفه بعدين. هو فاكر إن البيت مضمون وهيفضل مستنيه ومش شايف إن القلوب ممكن تتغير. الولد لما يحس انه مش مهم بيبدأ يدور على حد تاني يسمعه. كان بيجري طول اليوم ورا الشغل ومش واخد باله ان اهم حاجة بتبعد. البيت بقى هادي ومفيهوش روح، مش عشان مفيش ناس لكن عشان مفيش اهتمام. أول تنبيه جه له من المدرسة وعداه كأنه حاجة عادية. لما الأب يغيب عن ابنه الدنيا بتاخد مكانه بسرعة. المكالمة اللي جت بالليل دي غيرت كل حاجة في لحظة. الحمد لله جت على قد كده، بس الرسالة وصلت له متأخر. أول مرة يحط الموبايل بعيد ويمسك إيد ابنه بإيده. هو أنا مهم عندك يا بابا؟ هو أنا مهم عندك يا بابا؟ السؤال ده كسره من جوه. الندم إحساس تقيل قوي، بس لسه في فرصة تتصلح. المرة دي اختار يكون معاهم وساب كل حاجة تانية. متستناش تحصل مصيبة عشان تفوق. الوقت مع عيالك مش بيتعوض. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وكومنت عشان تشوفوا كل فيديوهاتي.